انا عندي سؤال بس محيرني والله، هو ليه الناس ضد كابتن حسام حسن؟ ليه الناس بتحارب في حسام حسن؟ ده في ناس بتتمنى الفشل لمنتخب مصر عشان خاطر يطلعوا يشمتوا في كابتن حسام حسن. هو انت بتشجع مصر ولا ضد حسام او مع حسام؟ ما تخليكوا في ظهر المنتخب. الراجل ده مضغوط ضغط غير طبيعي. الراجل امبارح بعد ما محمد صلاح سجل الهدف التاني مش قادر ان هو يفرح من كمية الضغط اللي عليه. ليه الناس ضغط الراجل ده اكتر مدير فني في تاريخ منتخب مصر محطوط عليه ضغط غير طبيعي من كل المنظومه الرياضيه في مصر ومن الاعلام الرياضي ومن لعيبه الكره السابقه اللي بيطلعوا يقعدوا في الاستوديو التحليليه ينظروا على كابتن حسام. لما انتوا عباقره كده وعندكم افكار وعندكم خطط تكتيكيه وعمالين تنظروا على الراجل، وكنت المفروض تعمل كده والمفروض ما تعملش كده والمفروض تطلع فلان وتنزل فلان. لما انتوا عندكم مخ كده وناس عندكم افكار تكتيكيه وتقدروا ان انتوا تنظروا على حسام حسن، انتوا ليه قاعدين في الاستوديو التحليليه؟ ليه ما بتدربوش؟ ليه الواحد مش شايف لكم اي فريق بتدربوه سواء في الدوري المصري درجة تانية درجة رابعة ولا في اي دوري في الدنيا؟ ما انتوا قاعدين في الاستوديو التحليلي، انتوا فشلة كلكم ومنظومة فاشلة. المنظومة فاشلة. اتحاد الكورة ما بيدعمش منتخب مصر ولا بيدعم كابتن حسام. فكوكوا بس من شغل البيانات اللي كل يوم بتنزل. هاني ابو ريده ورئيس الاتحاد بيدعم حسام حسن وبيطالب الشعب المصري بالدعم. كل ده اونطه. المنظومه ضد حسام حسن. مستني ايه من واحد كان رئيس الاتحاد في 2019 ومنتخب مصر بيتهان على ارض وسط جمهوره وبيخرج من دور ال 16 من جنوب افريقيا؟ مستنيين ايه من واحد عاوز حسام حسن ينجح ويروح المغرب يحقق اللقب او يوصل لقبل النهائي بعد الفضيحتين بتاعت 2019 وبتاعت 2023؟ ده احنا وصلنا نهائي ب 21، ده بدعاء الوالدين كده، دعاء الشعب المصري بس للناس ان احنا ننجح. ليه الناس كلها ضده؟ وليه الناس قلبتها اهلي وزمالك؟ ليه يا جماعه؟ بدايه الماتش امبارح مصطفى محمد خارج التشكيل، الحق ده كابتن حسام حسن بيعاند في جمهور الزمالك عشان خاطر مصطفى محمد. فيقوم كابتن حسام في الدقيقه 30 ولا 34 يطلع امام عاشور عشان خاطر ينزل مصطفى، يقول لك ده بيحارب في جمهور الاهلي. جمهور اهلي ايه وجمهور زمالك ايه يا جماعه؟ ما تكبروا. هو ايه التخلف ده بجد والله؟ وليه الناس بقت كده؟ ما تشجعوا منتخب مصر. مصطفى ايه وامام ايه؟ ما احنا كلنا بنحب اللعيبه وكلنا بنشجع اللعيبه. وانا كراجل زملكاوي اتمنى ان امام عاشور ده ما يطلعش من الملعب، بس راجل كان مجهد، راجل عنده فكر فني طلعه ونزل مصطفى، ومصطفى هو اللي عامل اسيست للجون التاني. كله في مصلحه منتخب مصر. مفيش حاجه اسمها اهلي وزمالك. ابعدوا شويه الاهلي والزمالك وبعدوا التيشيرتات كده بعيدا عن اي حاجه تخص المنتخب. شجعوا مصر. اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي اتحداوي شجع مصر. الناس لازم تبقى في ظهر كابتن حسام حسن. ما تبقاش كل الناس ضده كده. ليه احنا كجمهور كنا بننتقد كابتن حسام حسن بسبب تصريحاته بسبب عصبيته يطلع يزعق للجمهور وخلاص. الراجل يعني مصر كلها انتقدته وخدنا حقنا تالت ومتلت. لكن النهارده الراجل مدير فني لمنتخب مصر، ما تدعموا المنتخب. دعموا الراجل، ما بقاش مضغوط الضغط ده. الراجل امبارح مش قادر يفرح. منتخب مصر بيسجل هدف في الدقيقه 91 محمد صلاح، الراجل ما فرحش، ما بيضحكش. اصعب ماتش في تاريخ كابتن حسام حسن التدريبي هو ماتش مصر وزيمبابوي. من كمية الضغط اللي على كابتن حسام حسن. ليه الناس وصلت الراجل ده لكده؟ والمنظومة فاشلة. انتوا حتى بتطالبوا كابتن حسام حسن بالنجاح، طب بتطالبوه بالنجاح بناء على ايه؟ يعني حتى لو الراجل ده نجح وربنا كرمه ووصل كده قبل نهائي ولا حتى ان شاء الله ناخد البطولة، الراجل ده اول ما ينزل مصر ما يشكرش اي حد، يشكر ربنا واللعيبة اللي معاه. مفيش حد بيدعم الراجل. ليه طيب؟ راجل زي ده المفروض ياخد الدعم الكافي ده. انتوا بتدعموا المدير الفني الاجنبي وبنبقى اصلا كل حاجه عندنا ضايعه ومنظومه فاشله وما عندناش دوري. طب انت النهارده ايه يعني احنا برضو عشان منتخب ننجح لازم تبقى في قواعد وفي اسس احنا بنمشي عليها عشان خاطر نحقق نجاح على اي منتخب. على اي منتخب، مش شرط منتخب مصر الاول يعني. فانت ايه القواعد اللي انت حاططها للراجل ده؟ ايه هي الحاجات اللي انت مهيأ له بيها ان هو ينجح؟ هل انت عندك دوري قوي؟ ده احنا رايحين البطوله باسامه فيصل وصلاح محسن. انت متخيل؟ يعني مصطفى محمد ده لو كان مصاب قبل البطوله انت ما عندكش مهاجمين. الناس اللي بتنتقد حسام عبد المجيد وياسر ابراهيم دول احسن اتنين مدافعين في الدوري المصري. طب هيعمل ايه تاني؟ ما هو جاب لك احسن اتنين مدافعين، مدافع اهلي ومدافع زمالك. مش هم دول احسن اتنين مدافعين؟
وهم موجودين عندهم اخطاء، هو هيصلح الاخطاء، ماليش دعوه بكل ده. بس الناس بتنتقدوا على ايه؟ انتوا ما عندكوش حاجه اصلا موفر لها له عشان خاطر الراجل ده يقدر ان هو يحقق نجاح، ولا هو حتى يوصل انه ياخد البطوله. لا عندك دوري قوي، ولا عندك لعيبه على اعلى مستوى، ولا عندك محترفين غير 3 4 لعيبه. ايه بقى الحاجه اللي انت بتديها للراجل ده؟ بتقول له خد روح انجح ومالكش حجه. لا ده كابتن حسام حسن لو فشل عنده مليون حجه. احنا اصلا عندنا منظومه فاشله، بس احنا بندعم كابتن حسام عشان خاطر احنا عايزين منتخب مصر يحقق اللقب، عاوزين منتخب مصر يبان بصوره كويسه، ونقدر ان احنا نروح للنهائي، نقدر ناخد البطوله باللعيبه اللي عندنا صلاح، وعندنا مرموش، وعندنا امام، وعندنا تريزيجيه، وعندنا مصطفى، عندنا لعيبه كويسه. بس نتمنى ان الناس تبقى في ظهر منتخب مصر، مش ضد حسام حسن. وبلاش بقى شغل الاستوديوهات التحليليه بيطلعوا ينتقدوا في حسام حسن. يا جماعه اقسم بالله انتوا كلكم فشله. ما انتوا لو ناجحين مش تقعدوا في الاستوديو التحليلي. زمانكم مدربين انديه، ولا واحد مدير فني عدل فيكو. انتوا كلكم فشلتوا مع كل الانديه اللي مسكتوها، او حتى المنتخبات. واحد زي اسامه نبيه اللي كان بيتكلم امبارح يقول لك اصل مصطفى شوبير، اصل الشناوي، اصل فلان على الدكه. يا راجل ده انت اكتر واحد فشلت. ده انت كنت مريح عمر خضر ومحمد السيد وعمر سيد معوض، بتقول اصل لما اوصل دور ال 16، وانت مخرجنا بفضيحه. فيا جماعه بلاش الناس بس تنظر على كابتن حسام حسن، سيبوه ودعموا حسام حسن ودعموا المنتخب. والراجل ده عليه ضغط غير طبيعي والله. اكتر مدير فني في تاريخ منتخب مصر محطوط عليه ضغط من كل الناس، من المنظومه ومن الاعلام ومن الجمهور ومن الناس زمايله اللي كانوا بيلعبوا معاه في ملعب واحد بيطلعوا ينتقدوه. ليه؟ فكل الدعم لكابتن حسام وكل الدعم لمنتخب مصر، وان شاء الله منتخب مصر يقدر انه يوصل لحته بعيده.